السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل والياسمين على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. عاملين ايه يا حبايبي؟ وروتين جديد وفيديو جديد وطاقة جابية جديدة وطاقة مستخبية جديدة. يلا بينا نبدأ الفيديو حبايب قلبي، نصبح كده على الديك والفرخة الهندي بتوعي. صباح الفل، عاملين ايه؟ عاملين اخباركم ايه في مصر؟ حلوين يا هندي؟ اهو حطيت لهم اكل وميه كده يا حبايب قلبي. ربنا يبارك ليا في صاحبتي وحبيبتي واختي، ربنا يخليها لي اللي جابت لي الديك والفرخه الهندي دول يا حبايب قلبي. ربنا يطعمها يا رب ويبارك لها في اولادها. شفت الزيارات والحاجات الحلوه. خلصت كده يا حبايبي وطلعت بقى فوق عند طيوري. قلت ايه اعمل روتين بقى كده ايه معاكم واوريكم بقى ايه الطيور بتاعتنا وبنعمل ايه بناكلهم ايه. خدت بقى بواقي الاكل كده معايا حبايب قلبي وطلعت لهم. فتحت لهم بقى يتهووا كده ايه شويه على السقف. تمام. شايفين عندي الحمام بتاع الجيران بتاع البرج. قاعد عندنا على السقف. يلا خير. عقبال ما نجيب حمام احنا كمان. خلصت كده حطيت لهم الاكل بتاعهم يا حبايبي وجبت شلت الجردل بتاع الميه بتاعهم ونجيب لهم بقى ميه نظيفه. لازم كده نهتم بيهم في الحر ده يا حبايبي. والله العظيم البني ادم بيفرهد، ما بالك بقى الطير. لازم تهتم بالحيوان بتاعك والطير بتاعك علشان خاطر ايه الجو حر عليهم. نغير لهم من وقت للتاني الميه كده حبايبي. تمام. وايه ونخلي بالنا منهم، ربنا يسترها علينا ويجرنا من النار يا رب ومن حراره الجو. تمام. حطينا لهم اكل ميه كده وايه وطلقناهم على السطح يلعبوا شويه. بعد كده بقى ايه دخلناهم العشه تاني يا حبايبي. تمام. اهو انا زهقتكم من تمام اهو. يا رب يا حبايبي اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم وفيديوهاتي بتعجبكم وتنور رضاكم يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. حط لايك اللي ما حطيتش لايك لغايه دلوقتي، ولا كومنت حلو، ولا قلت لي اي كلمه كده تشجعني. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ هنحط لهم بقى الميه كده ياكلوا كده ويلعبوا يا حبايبي، وبعد كده ايه ندخلهم العشه بتاعتهم اهو. ما تاكليش طيورك في الحر قبل الصبح بدري او بعد الايه العصر، عشان يكون الجو طراوه كده يعرفوا ياكلوا ويشربوا يا حبايبي. ولميت الهدوم بتاعتنا برضو وطلعت كده ايه لقيت بيضتين كده خدتهم ونزلت يا حبايبي. وهنعمل بقى الوصفه الجميله كده ايه مع بعض. جبت بقى المكونات بتاعتي وقلت ايه شوف هنطبخ ايه النهارده. لقيت عندي ايه نص فرخه كده، فقلت ايه هنعمل بيها ايه هتكفي ايه دي نص فرخه ايه ام الامار اللي جار. قلت لهم لا ولا يهمكم هنعمل احلى اكله. وزي ما قلت لكم احنا بنخترع مع بعض، بنعمل ايه اكلات سهله وبسيطه ومن حاجات بسيطه حبايبي بتبقى احلى اكله وبتكفي وبتفيد ما شاء الله اللهم بارك. جبت بطاطسيتين 3 كده 4 5 مع قولي كيلو بطاطس، وهنحطه في البايركس بتاعنا كده هنقشره يا حبايبي مع بعض. وزي ما قلت لكم انا عندي الفرخه بعمل فيها ايه باخد الصدر بتاعها يا حبايبي اعمله مثلا في يوم شاورما، اعمله بانيه، اعمله زي اي حاجه، والباقي بسيبه بعمله ايه في وصفه تانية. تمام. هنقشر بقى البطاطس والبصل والايه والحاجات الجميله كده دي كلها مع بعض زي ما انتم شايفين اهو. وفرمين طماطم معانا ومعانا الزيت ومعانا التوابل ومعانا الحاجات الجميله كده. وهنمسكهم بقى ايه نغسلهم كده، نجيب ازازه ميه جنب مننا ده انا قايمين وقاعدين كده. يلا الحمد لله حسن الختام. الركب ما عادتش قادره تقوم وتقعد. اهو غسلنا الطبق بتاعنا كده وهنجيب البطاطس نقطعها جزل كده او طرنشات زي ما انتوا عايزين. يلا ايوه كده قطعي يا ام لمور اهو. نعمل بقى صينيه بطاطس كده في ايه في قلبك يا جبين اهو. عظم حاجه كده ايه فاخر من الاخر. مش تقولي بقى ما عندهاش لا نص فرخه وركين هتعمل لي بيهم صينيه بطاطس، ولا هتعمل لي بيهم مش عارف ايه. هيكفوا مين من العالمين الوركين دول؟ انت هتحتحتي اوريكم بقى هيكفوا مين. والله اكل فاضي تاني يوم يا حبايب قلبي كمان.
فد ورك وطبق بطاطس. شوفوا اهو. الفلفل الاخضر ده انا مفرزاه يا حبايبي في الفريزر بحاله كده، ساعه ما يكونش عندي والقرن الاحمر دون فريش، فلفل احمر انا كنت جايباه. ساعه ما يكونش عندي فلفل اطلع بقى ايه من المستخبي، ونقطع البصل كده طرنشات طرنشات كده. ايوه شطوره شطوره يا ام لمار. هنسيب نص البصله دي كده بس نعملها لوحدها. تعملي بقى ايه يا ام لمار؟ هوريكم ايه الفرخه بتاعتي فيها شويه ميه كده، هنصفيهم في جنب. عندي حله مستخبيه كده في جنب هنعمل فيها. وده يا حبيبي زي ما قلت لكم بناخد الصدر اهون، وده الهيكل بقى بس بالجناح بالرقبه بتاعت الصدر. تمام اهو. بصوا الحاجات دي في صينيه البطاطس بتتاكل قبل البطاطس، والبطاطس قبلها. معرفش مين بيزقل فينا كده دباديب. عندكم تباتيب لمار كانت بتسأل الدبدوب بتاعها. نحط بقى التوابل بتاعتنا يا حبايبي على الفرخه، نتبلها كده شويه فلفل اسمر، شويه كمون، شويه ونتبل البتاع كمان الخضار اهو، البصل والفلفل والبطاطس. ايوه كده شاطره شاطره. حط كده من كل شويه حبه كده، اي حاجه عندك حطيها، هي هتقول لا. ايوه كده شاطر. وادعكي بقى الفرخه الجميله كده مع بعضها، ياه، علشان تشرب بقى من البصل والتتبيله الحلوه دي كده، وتبقى ايه فل اهو. وهنرصها بقى ايه، ونقلب الخضار ده كله مع بعضه كده. ايوه شاطره كده، يشرب كله من الملح كده والتوابل. ايوه. ونرص بقى كده ايه رصه الشيف براك في الوراك اهو هي مستاهله رص، حطي يا حاجه حط. ايوه كده اهو. حط بقى الرقبه والراس والرجلين. ايوه كده اهو. نقعد ناكل بقى كده فيهم احنا. بعد كده ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا، شايفين؟ ايوه كده شطوره يا ام لمام. عك عك واحنا هناكل، عك عك. ايوه كده، محدش يتريق اهو. او نشطف الخلاط كمان ونحط. هي دي النفس يا حبايبي، لو ما عملتيش بايدك مش هيبقى فيها نفس. عملتي بالمعلقه تبقى نفس المعلقه، امال تبقى نفسك انت ازاي؟ اهو. حط بقى شويه زيت كده، سيبيش حتى الخلاط تشطفيه كده، وحط الحبه دول هم اللي فيهم الفايده. حط شويه زيت بقى كده على الوش. وبعد كده بقى ندخل بقى بالجمال ده كله الفرن. يلا يا حبايب قلبي، حطوا لايك. شوفوا بفكركم 100 مره وبتنسوا اللايك ليه؟ مش فاهمه انا. ما استاهلش لايك يا جماعه. اهو هنولع بقى الفرن بتاعنا الجميل ده، ونحط بقى ايه صينيه الايه البطاطس الجميله كده. ناخد صوره سيلفي كده مع البطاطس الجميله دي كده. يلا يا حبايب قلبي كده ايه، كومنت جميل ولايك جميل منكم يشجعنا ويحفزنا. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا، داخل مصر وخارج مصر. خلصنا بقى، حطينا صينيه البطاطس يا حبايبي وسبناها مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي، وجبنا شويه رز غسلناهم وحطينا عليهم شويه ميه من الحنفيه، وحب معلقتين سمنه وحبه زيت ومعلقه ملح وايه وحطهم على النار. يلا رز ابيض، في اسهل من كده؟ في اتعبنا في حاجه؟ اهو ما تعبناش في حاجه. يلا اشتغل انت وهي كده، وقومي اطبخي لعيالك وما تكسليش، ولا ناكل دليفري ولا مش دليفري. ايوه، اصل الدليفري النهارده مش ببلاش يعني. ده الراجل اللي هيجيب الدليفري عايز اكتر من اللي انت هتشتريه اهو شوف ان بقى الجمال ده في الفرن عامل ازاي، بيتكلم بيقول ايه، كليني هم هم. جوعتينا يا ام لامور. ايه رايكم بقى؟
بذمتكم مش طالعه. بصوا طعم وريحه ونفس، الناس هيجوا يجري علينا دلوقتي يا جماعه. مش هيكفي، لا هيكفي. بالهنا والشفا. ايه رايكم في الجمال ده؟ لو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي، لايك وشير واشتراك، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. ايه ده يا ام لمار؟ هتغرفي وتحطي كده على الفرن كده، وايه المناظر دي؟ هو ده. ايه رايكم؟ عاجبكم؟ جميل يا ام لمار، تسلم ايديا يا انا. استاهل لايك وكومنت جميل من احلى واغلى متابعين في الدنيا. يلا وزيني كده عشان الشكل الجمالي كده يا حبايبي. شوفي شيف في نفسه. انا شيف براك انا ولا اي شيف، بس حلو يعني. ايوه شجرتين النعناع اللي انت عماله كل شويه حاطه لنا نعناع على الاكل كده. ايوه يلا ادي اللقطه يا بيت. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.